ناخد الاستاذ احمد سالم متحدث الرسمي لنادي الزمالك. احمد مساء الخير. الله يخليك يا سيف، مساء الفل. وحشني، ازيك يا حماد؟ اخبارك ايه؟ حبيبي ربنا يخليك زي الفل. انت كله كويس؟ ايه؟ تمام الحمد لله كله تمام الحمد لله. زيزو النهارده وحضوره التمرينات، شفت المساله ازاي؟ شفت ان لا يصح الا الصحيح، يعني قلناها 100 مره ان نادي الزمالك مؤسسه كبيره جدا جدا وامنه جدا جدا، ومصر كلها امنه جدا جدا، والادعاء بان في خطوره او في تهديد لسلامه شخصيه ده يسيء لمؤسسه كبيره نادي الزمالك ويسيء لمصر كلها. فاعتقد ان لا يصح الا الصحيح. زيزو النهارده وصل، دخل غرفه الملابس، دخل التمرين، اتمرن تحت اشراف مدرب ومشي، وده يثبت منتهى الامان يعني، وده يثبت ان كل ما قيل عن وجود اي تهديد ده كان امر غير منطقي انه يتقال يعني. اضم صوتي لصوتك بنسبه 10,000%. هل ممكن دي تكون خطوه ان زيزو يكون موجود في مباراه النهائي او يكون موجود مع الفريق ولا لا؟ الامور دي مش هتحصل. ده امر يخص الجهاز الفني، يعني هو الجهاز الفني ادرى باحتياجاته، وزيزو ملتزم المفروض ان هو لاعب في نادي الزمالك لغايه اخر دقيقه في الموسم الحالي. انضمامه للمباريات هو امر فني بحت يعني. سالتك قبل كده السؤال ده وهساله لك تاني، هو وهترد عليا الاجابه هي. بتساله ليه طيب يا بلاش؟ قلت اصبر نفسي يعني. انت احساسك كاحمد سالم زملكاوي، هل ممكن تشوف زيزو في مباراه نهائي كاس ولا لا دي صعبه؟ لا يعني انا افضل احتفظ بالاجابه دي لنفسي، لان هي يعني اجابه مشجع صعب انها تتقال، لكن هي بصفه رسميه. لا انا مش عايزها بصفه رسميه، انا عايزها بصفه المشجع دي. والله يعني ما عنديش احساس معين او ما عنديش قرار شخصي فيها، غير ان هو الموضوع فني بحت يعني. اكيد يعني انا حتى محتاج اشوفه، والله لو المدير الفني شايف مستواه جاهز، شايفه يصلح او جاهز. هو انا عارف ان انت اعلامي شاطر كويس. لا يعني وانا ادعي ان انا بقالي فتره قصيره في المجال ده كويس. فده مش هو ده سؤالي. الفنيات انت قفلتها خلاص وقلت ده قرار فني وانا متفق معاك. انا بسالك من وجهه نظر المشجع احمد سالم، مشجع بلاش احمد سالم، من وجهه نظر واحد صاحبك بيشجع الزمالك او 2 أو 10. والله ما عندي ما صدقني لو اقول لك ما عنديش اي انطباع. اصل انت قلت لي اجابه المشجع هتبقى صعبه. لا مش صعبه، بس يعني ما بتكون بعيده عن الحسابات يعني، لكن اجابه الاداره او اجابه الجهاز الفني بتكون هي الاوقع يعني. طيب من وجهه نظرك شايف ان الزمالك دخل الجيم كده في الدوري بالنتائج اللي احنا بنشوفها بالاحداث دي؟ بص، هو واضح ان الدوري معلق يمكن اللحظات الاخيره، ان واضح ان في فرق هتخسر نقط يعني. الناس اللي معتبره ان الخمس ست ماتشات اللي جايين كلهم العلامه الكامله للفرقه المقدمه، اعتقد ده يعني صعب تحقيقه. هيبان في الفتره الجايه. النهارده بيراميدز لم يوفق، ممكن الماتش الجاي العكس يعني. وده شيء حلو على فكره، هو شيء جميل ان يبقى عندك منافسه زي ما بنشوف الدوريات الاوروبيه، ان يبقى عندك منافسه لاخر وقت. فيا ريت الدوري يزداد سخونه يعني. وبالمناسبه والله موضوع، وده راي شخصي يعني، تصنيف الانديه القويه او يعني اللي هي التسعه الاوائل، وان هم يلعبوا مع بعض، دي برضو بتديك ماتشات قويه مش معروف نتائجها، اكتر ما كان الدوري 18 نادي او 20 نادي يعني. طبعا ده اكيد. ما يخص البيان امبارح بتاع عقوبات لجنه المسابقات، والله احنا مش عايزين نتابع او تاكد ان في اساءات تم توجيهها، دي طبعا مرفوضه تماما. برضه لا يصح الا الصحيح، وغير مقبول ان ندافع عن حد، ولا هقول لك دول صحفيين ولا دول مش جمهورنا، لا يعني لو ثبت ان في اساءات يحاسب اللي عمل الاساءات. لكن اللي بيزعل هو الكلب مكيالين، ان يبقى في اساءات في مباريات ثانيه وندور ونلتمس اعذار ونقول اصل المراقب ما سجلش، اصل التقرير ما كانش فيه، اصل كنا بنقول اسم نادي تاني. الكلام ده طبعا غير مقبول ومنتهى الاستفزاز ان يبقى في كلب مكيالين. ثانيا التحكيم، يعني مليون مره نحدد اسماء بعينها. مش منطقي ان اخطائها تكون مختصه بالزمالك يعني. الحكم لما يبقى غير موفق بيبقى غير موفق بصفه عامه او بشكل عشوائي ما بين الفرق، لكن لما اخطائه تبقى مرتبطه بمباريات الزمالك فده شيء يثير الشك والريبه، فبلاش منه احسن. فيا ريت يتم الالتفات
لوجهه نظرنا في الموضوع ده بعدم تعيين اسماء دايما مرتبط وجودها بمشاكل في مباراه الزمالك. ما هي بلاش دي هتعمل مشكله كبيره احمد، ممكن الناس مش اخده بالها منها، لان النهارده لو الزمالك طلع قال بلاش حكمين ثلاثه، الاهلي طلع قال بلاش حكمين ثلاثه، كل يعني اهم حاجه عند اي حكم انه يحكم الاهلي او الزمالك، كل حكم هيروح يحكم اهلي والزمالك هيخاف ان هو يحصل مشكله، فالنادي يقول لك انا مش عايز فلان يبقى بقى بره الجيم بره التحكيم. ايه الحل ان انا يبقى عندي حكم هو كل مره بيبقى نفس السبب في مشكله في ماتش؟ تفسيرها ايه؟ يعني ما لازم ليها تفسير. والناس اللي هزرت قالت طب ما انتوا دافعتوا عن التحكيم المصري في ازمه الاهلي، احنا ما دافعناش عن اي حاجه في ازمه الاهلي، احنا كل اللي قلناه في ازمه الاهلي ان احنا ضد اخطاء التحكيم المصري والاجنبي. احنا كل اللي عايزينه تحكيم عادل، حتى لو هيجي من سركب الافيال ما عندناش مشكله خالص، لكن يكون في تحكيم حيادي عادل فقط لا غير ايا كان جنسيه الحكم. هل انتم متمسكين بتقليل العقوبه بتاعت الجماهير؟ لا، احنا لفتنا النظر ان في عدم حياديه وفي كيل بمكيالين، لكن الاهم هو التمسك بالثلاث نقط. خصم الثلاث نقط ده يعني كان قرار تحدي سافر يعني او مستفز وصارخ لل قانون. يعني فكره انك مؤسسه تصدر قرار وترجع هي نفسها تنقضه او تتراجع فيه بانه كان، طب ما هو انت اللي طلعت القرار الاولاني، ورغم اننا طالبنا بمحاضر للجلسات او بتصويت على القرار ده مين اللي طلعه، ما في غموض غريب في القرار. فنتمنى ان شاء الله ان لجنه الانضباط يكون قرارها الحاسم باعاده يعني الحق لنصابه الطبيعي، وان يبقى في قرار عادل زي ما اللجنه الاولمبيه فحصت وادت قرارها. اعتقد ان شاء الله لجنه الانضباط هتكون يعني باذن الله نتمنى ان يكون قرارها في نفس المنطقه وفي نفس فكره ارساء العداله اكتر. يعني ناس امبارح كانت بتعترض على توقيت اصدار البيان. ليه؟ يعني الساعه 2 الصبح الناس دايما بتشوف البيانات، يعني ما تظهر في التوقيت ده بيبقى يعني الناس دايما بتبقى مجال انتقاد. يمكن عشان القرارات اصل برضه يعني مجلس الاداره في نادي الزمالك منعقد يمكن بشكل دائم، يعني لو مش في اجتماع رسمي فهو في اجتماعات بطرق اخرى. فلما على ما طلعت القرارات وتم طرح الموضوع والتصويت عليها وبالاتفاق كان القرار او البيان متاخر. هل نادي الزمالك استقر على مكان اقامه الكاس؟ هل اتحاد الكوره فتح حديث مع نادي الزمالك ولا لسه؟ اعتقد انه خلاص اعلن رسمي، يعني ما اعتقدش ان هو محل اجتهادي. يعني انت بتتكلم على التوقيت ولا المكان؟ نعم، انا بتكلم على المكان مش على التوقيت. المكان المكان اعتقد ان هو هيبقى الاقرب لاستاد القاهره. يعني في مصر، يعني لسه ما فيش مباحثات ان هو يبقى بره مصر. والله ما عندي يعني اي مباحثات، مش هتلاقيني يعني او مش هنعلن. الاعلان دايما بيبقى على المكان الرسمي، فحتى الان اعتقد انه الاقرب هي القاهره يعني. تمام. ولسه يمكن يبقى في اي ثغرات او حاجه، الامور منفتحه يعني ما فيش تغيير. انا في بس ملحوظه عايز اقولها لان هي اتقالت النهارده. الناس طلعت او يعني في بعض المواقع نزلت ان الزمالك تقدم بشكوى لجنه الانضباط بعد حضور زيزو التمرين. ففي فرق توقيت بس فايت ناس كتير ان القرار بتاع تقديم شكوى ده صدر من المجلس في اخر اجتماع يوم الاربعاء اللي فات. ده مش خالص بحضور زيزو النهارده هو اول يوم عمل بعد اجتماع مجلس الاداره بس يعني. يعني انتوا فعلا بعتوا الشكوى النهارده بس القرار كان متاخد ولا بعتوها من الاول؟ ده هو قرار نزل على موقع النادي الرسمي يوم الاربعاء تقريبا، كان اخر اجتماع المجلس، طلع القرار ان هيتم تقديم شكوى لجنه الانضباط. اللجنه جمعه وسبت اجازه، طبيعي ان يوم الاحد والخميس كان اجازه رسميه، فالنهارده هو اول يوم عمل تم تقديم الشكوى في اول يوم عمل، ملوش اي علاقه بحضور زيزو من عدمه يعني. تمام. بشكرك احمد وبتشرف بانضمامك لينا دايما، بالتوفيق ليك وللزمالك.